أنا نظامي من 3 سنوات تقريبا حطيت في راسي إني أشتري بيت لأهلي كاش. حلوين حلوين. صرت شو أسوي؟ إعلاني مثلا ب10,000 أسحب منه 3,000 من 3,005 أسحبها كاش وأخليها عندي في الشقة. جمعت 3 سنوات جمعت مبلغ الحمد لله كبير، ما عاد بقى له شيء بسيط وأشتري فيه البيت. المهم جاء أول أيام العيد وكلكم تدرون إن رحنا الخبر، أنا وروك وراشد وعلي ونواف، رحنا الخبر. تكينا تقريبا اللي تكه أسبوع واللي تكه 5 أيام واللي تكه 6 أيام واللي تكه اللي هو له. المهم أنا في ذاك الوقت أول مرة إني أسافر على خاطري مو طيب ماشي، يعني أحس في شيء بس ما أدري وشو. أكلم أهلي أموركم طيبة كل شيء زين الحمد لله، أكيد ما فيكم شيء ما في طيبة كل شيء زين. المهم بعد 9 أيام قلت لا لازم أرجع الرياض، مع إني مقرر إني أسافر بنروح مصر أنا ونواف. يا أخوي شو غير؟ قلت لا بنروح الرياض بعدها نجلس يوم يومين بعدها إيش نطلع المصر. رجعت الرياض، أول ما رجعت رحت الشقة. يوم وصلت الشقة لقيت باب الشقة مكسور. العيال عرفتوا شعور اللي مع تناظر تحس غيمة، تحس انك خلاص ما ادري، عرفتوا الاحساس هذا اللي صار لي. دخلت الشقة كل شيء مكسر، مسروقة الشقة، المبلغ اللي اتخيل اجمعه شوفوا هو غباء مني لكن عاد مقدر ومكتوب وراضي بأمر الله ولعله رادني من شر. اللي قاعد اجمعه من 3 سنوات تخيل المبلغ كامل هذا راح انسرق. جوالات وايبادات وبلاي ستيشن اللي بسويها لكم فعاليات وهبا راحت، اغراض ثانيه برضو راحت، ما خلى شيء. التعب حق 3 سنوات راحت. ارجع للكاميرات رجعت الكاميرات. انا طلعت من هنا اول العيد، انا رحت من هنا هو دخل الشقه وجاي مرسم ملكه، جاي تسرق وانت مرسم يا استاذ حرامي. جاي مرسم وصارق والله مرسم لابس ثوب شماغ، حي عينه وحي فاله وحي نباه، سارق المبلغ هذا والدنيا ذي كل ابوها وهو مرسم وما يروح حق شيء. لكن انا واثق الحق بيرجع والحلال ما يضيع. ليش؟ لاني في دوله بن سعود وحكومه بن سعود ما تخلي حق احد، وباذن اللي ما تنام عينه انك راح تجي، راح تجي والله الذي لا اله الا هو، اني واثق انك راح تجي. لان الحكومه ما يلعب معها، تلعب علي انا بس ما تلعب على الحكومه. والحكومه ترى جايبتك وقتها ترسل لي ما ترسل لي، اهلك اخوانك تنازل ما تنازل. فهذه رسالتي من الحين، والله الذي لا اله الا هو ان ريال واحد اني ما اتنازل عنه ولا احلل لك فيه. لو انك جايني وقايل لي انا محتاج وابي والله اني ما اردك، لكن على فعلتك هذه اللي سويتها، كسرت الشقه وخذيت الاغراض كامله مع انه ما حد يدري اني قاعد اجمع، ما حد يدري اني ذا، لكن مقدر ومكتوب. ولكن ترى والله الذي لا اله الا هو اني كابوسك باذن الله، اني راح اجيبك والحكومه موجوده. جاءت الادله وجاء كل الناس خذوا البصمات وخذوا امورهم كل شيء، ويقول لكم ابراهيم بن سلوم تعبان قايلون ما قايلون. لا والله اني ضايق، والله الذي لا اله الا اني ضايق. انا اعترف لكم تعبان، لان تخيلوا تعب 3 سنوات راح في يوم وليله، ولا يوم وليله في ساعه. خذ ساعه من دخل الين طلع ساعه. فقريب باذن الله اني ابشركم اني وصلتني اغراضي باذن الله، واتمنى انكم تعذروني، والله اني اتمنى انكم تعذروني اني غايب عليكم ومقصر، ولكن اني راجع لكم بقوه باذن اللي ما تنام عينه. وشكرا لكم.